السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ خمسة نزلوا مبدئيا انا بتاسف لكل حد بعتلي ومعرفتش ارد عليه. انا والله يعتبر معتزل بقالي تقريبا 4 شهور. هو انا اكيد مش بطنش، لكن والله كمية رسائل رهيبة، وفي ناس من اللي برد عليهم بتفتح شير والموضوع بياخد اكتر من ساعة او ساعتين. فانا والله فعلا مش بايدي، وبحاول اعمل اللي اقدر عليه، وباذن الله افضي نفسي وارد على كل الرسائل. لكن عايزك تعرف برضو ان انا والله محتواي مش تعليمي، او بالاصح انا مش بعرف اصنع المحتوى ده بشكل كويس. الموضوع كله ابتدى صدفة وانا كملت وبحاول اتطور، وانا مكمل علشان بحب محتوى الكمبيوتر عامة. المهم ان انا دلوقتي اتطلب مني فيديوهات كتير كلها اقتراحات او مشاكل في الويندوز او مشاكل في لعبة معينة، فانا قررت ان هعمل سلسلة فيديوهات بالترتيب من اول نقطة لاخر نقطة. هعرفك افضل ويندوز استخدمته وافضل طريقة تثبته بيها، وطبعا هفضل معاك من اول التثبيت لحد الاخر، زي افضل ويندوز، ازاي تثبته، التعريفات، الاعدادات اللي بعد التثبيت. وطبعا لان انا مهتم اكتر ببابجي او اغلبية المحتوى عن بابجي، فانا هكمل باقي الفيديوهات عن اعداداتها ومشاكلها. وباذن الله اي مشكلة في الويندوز او اللعبة هتلاقيها في السلسلة دي، واي مشكلة حد سألني عليها هتكون هنا. في البداية هكلمك عن أفضل نسخة استخدمتها. أنا آخر سنة تقريبا طورت جهازي 4 أو 5 مرات، بدلت قطع كتير، والأداء في المحاكي ما كانش بيعلى زي ما أنا متخيل. جربت حرفيا ويندوزات ملهاش عدد، بداية من الويندوز الرسمي 10 و11، وجربت الجوست سبكتر وده كان أداؤه كويس معايا، لكن ما فرقش معايا قوي عن الرسمي. اللي أداؤه كان كويس معايا هو جي جي او اس، بس مشكلته الوحيدة إن هو فاضي، ما فيهوش فيوتشرز كتير. يعني أول ما تحمله ثبت اللعبة اللي أنت عايزها والعبها وخلاص. وكمان حملت كذا ويندوز من تعديل يوتيوبرز كتير وما كانوش قد كده، واكتر ويندوز ظبط معايا هو ويندوز اكس لايت. مش بقولك ان الويندوزات التانية وحشة، لا، لكن الاكس لايت بالنسبة لي افضلهم. الويندوز ده انا كنت منزله فيديو من حوالي سنة، كنت اتكلمت عن طريقة تحميله بس، لكن دلوقتي هكلمك عن كل تفصيلة انت محتاجها. وعايز اقولك ان ويندوز جي وعايز اقولك ان الويندوز ده مش فاضي، فيه مميزات كتير وفي نفس الوقت خفيف جدا، واداؤه ممتاز في كل الالعاب مش المحاكي بس. وخليك عارف ان اي ويندوز متعدل ما ينفعش تعمل له ويندوز ابديت. فكرة انك تعمل ويندوز ابديت يعني انت رجعت الويندوز كانه من الموقع الرسمي، لكن في الويندوز اكس لايت بيخليك تعمل ابديت وفي نفس الوقت بيحافظ لك على اداء الويندوز المتعدل. المهم سيب كل ده لوقته وخلينا دلوقتي في التحميل. في البداية خالص هتفتح موقع ويندوز اكسلايت وهتدوس على كلمة داونلودز. بعدين الويندوز اللي هستخدمه هو ويندوز 10. في هنا اصدارات كتير متعدلة، لكن اللي انا محتاجها هي اول نسخة. دوس على داونلود وفي الصفحة دي هتحمل اخر اصدار نزل منها، سواء كان ال V5.1 او غيره. ممكن في الوقت اللي بتسمع الفيديو فيه تكون 6. المهم انك تحمل الاحدث. بعدين انزل لاخر الصفحة. الويندوز ابديت ده هكلمك عليه بعدين. هنا في التحميل عندك ديفندر ومن غير ديفندر. طيب تستخدم ده ولا ده؟ لو انت بتحمل برامج وملفات من مواقع ما تعرفهاش فخليك احسن في الاون، لكن انا مش بحمل حاجه من مواقع ما اعرفهاش. انا عندي كام برنامج بستخدمهم وثابت عليهم فبختارها من غير ديفندر. وانت لو بتستخدم برنامج انت فيروس معين خليها اوف وبثبته بعدين. بعدين استنى 3 ثواني وحمل، واقفل اي اعلان يفتح معاك. تمام، هنا بدأ يحمل وانا هلغيه علشان محمله قبل كده. بعد ما يحمل معاك هتعمل له اكستراكت. في الفولدر بتاعه احنا مش محتاجين غير نسخة الايزو، باقي الادوات مش هتلزمنا. بعد كده البرنامج اللي هنحرق بيه هو فينتوي، هسيب لك لينك التحميل بتاعه في الوصف. افتح فينتوي تو ديسك ودي الواجهة بتاعته. طيب انت دلوقتي هتحرق الويندوز على فلاشة، هتعمل ايه؟ هتيجي عند اوبشن وبارتيشن ستايل هتحددها جي بي تي، وهقول لك ازاي تتأكد منها. واوبشن تاني وبارتيشن كونفيجريشن هتعملها ان تي اف اس. طيب تتأكد ازاي ان الهارد عندك ام بي ار ولا جي بي تي؟ افتح سيرش الويندوز واكتب ديسك مانجمنت، بعدين دوس على الاختيار اللي اوله كرييت. بعد كده شوف الهارد اللي عليه الويندوز وكليك يمين وبروبرتيز، بعدين اختار فوليومز. من البارتيشن ستايل هنا هتعرف هاردك جي بي تي ولا ام بي ار. انا عندي جي بي تي علشان كده حرقته جي بي تي. وبس هنا حدد فلاشتك ودوس على انستول. في القائمة دي هتكتب يس عشان تأكد الفورمات وممكن ما تظهرش عندك، بعدين يس ويس مرة كمان. مفيش 5 ثواني وهيجيب لك سكسسفولي. وبس اقفل البرنامج وكده انت فلاشتك جاهزة. بعدين خد ملف الايزو كوبي ووديه على الفلاشة. وبس لما يخلص يبقى انت كده دنيتك تمام والويندوز جاهز يتثبت.
طيب في طريقة تانية انا بحب اثبت بيها الويندوز. لو انت تستخدم فلاشة يبقى انت خلاص لحد هنا، انما انا بحرق الويندوز دايما بهارد مش فلاشة. الطريقة دي مش ضرورية لكني بفضلها. بتجيب اي هارد فاضي ايا كانت مساحته، المهم يكون فاضي. الهارد اللي انا بستخدمه هنا هو اس اس دي 128. هتروح على برنامج فينتوي وهتختار اوبشن، وبعد كده هتحدد شو الديفايسز. هتلاقي ظهر معاك كل الفلاشات والهاردات اللي متركبة. حدد الهارد بتاعك بس اتأكد انك محدده صح، لانك الهارد اللي هتحدده هيتفرمت. وبعدين دوس انستول ويس مرة كمان. بس كده تمام. نفس الكلام اللي عملناه هناك هنعمله هنا. هتاخد نسخة الايزو كوبي وتحطها على الهارد. وبس كده الويندوز جاهز يتثبت. وعادي لو عايز تحط اي برامج او ملفات انت محتاجها على الفلاشة مع الويندوز، وما تنساش تاخد الداتا بتاعتك من الويندوز علشان ما تتمسحش. المهم ان انت تمام والويندوز بتاعك جاهز يتثبت. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن التثبيت. وبس كده، ويلا اشوفكم على خير. سلام. احي انا شلت والله الام عايز دي يا اروح ابني. داخل اللعيبه. عايز اروح. بس انا نشيطة يا ابن الله. Watch out! الواد انت شفته؟ اتفنش خد Help! Help! بوكس. Please recall me. نشوف الصور هنا وهنا. عايز ريكورد. I'm recall. Help! يا اسطى ضرب عليا من غير ما اعرف الواد Watch عنده. out! دمه له يا جدعان. الواد على التل، الواد على التل قدام Watch كريم. out! لا مؤاخذة يا كراميل. في بلاير هنا Marked a وعربية location. بتقرب. Watch out! Please recall me. بص الحته دي. بص الحته دي. طب ايه هي فصلت ليه؟ على الصخرة يا اسطى جنب قدام ماشي ماشي. Help! Marked a location. يا احمد الناحيه اللي في وشك طلع واخد هيد جول. تعليمات يا احمد. لعيب فن. احمد الواد اللي وراك يا احمد تحت خلاص. Watch ما out. تنساش. احمد شال مش مع احمد.
يا اسطى ايه الخطه دي؟ والله انك